النهاردة بنغوص في ملف كروي كده يعني ليه طعم خاص قوي. التنافس التاريخي بين المغرب وتونس في كرة القدم. الموضوع ده دايما مثير للاهتمام فعلا. معانا شوية حاجات كده بتورينا جذور المنافسة دي، وكمان تصريحات جديدة سخنت الجو خالص قبل الماتش الجاي. هو فعلا الموضوع أكبر من مجرد ماتش كورة. بالظبط، أكبر من 90 دقيقة في الملعب. دي ماتشات ليها هيبة، يعني ليها تاريخ طويل، بدأ من أول مواجهة رسمية يوم 23 أكتوبر 1957. ده تاريخ طويل فعلا. وقتها البلدين كانوا لسه واخدين استقلالهم. تخيل بقى كمية التاريخ اللي اتراكمت من وقتها، والخصومة دي كان فيها فصول كتيرة قوي. يمكن أشهر فصل وأكتر واحد درامي كان نهائي كأس الأمم الإفريقية 2004. نهائي تونس. أيوة، اللي كان في تونس وفازت بيه تونس. الماتش ده يعني لسه محفور في ذاكرة الجماهير في البلدين. بالظبط، والنهائي ده تحديدا يعتبر نقطة مفصلية في تاريخ المواجهات. تونس وقتها خدت لقبها القاري الوحيد فين؟ على أرضها ووسط جمهورها. وعلى حساب مين بقى؟ على حساب المغرب. بالظبط، على حساب المنافس التقليدي المغرب. ده طبعا ضاعف من أهمية الفوز عندهم، وفي نفس الوقت ضاعف مرارة الخسارة عند المغاربة. ودلوقتي كل التاريخ ده وكل الشحن ده بيصب في الماتش الجاي يوم الجمعة 6 يونيو في فاس. صحيح هو ماتش ودي استعدادا لكأس الأمم 2025، لكن بس كلمة ودي دي زي ما بنقول دايما بتدوب تماما لما يكون بين المغرب وتونس. مفيش ودي بينهم. هو ده، الأجواء مشحونة كالعادة. وهنا بقى الموضوع خد بعد تاني خالص الأيام دي. اللي بيخلي الأمور مثيرة أكتر المرة دي هو إن الماتش ده بيجي والمنتخبين بيجهزوا البطولة قارية مهمة جاية، فكل فريق عاوز يبعت رسالة قوة يعني؟ أيوة، ويعزز ثقته بنفسه حتى لو النتيجة مش رسمية. الماتشات دي بتكتسب أهمية، يعني بتتخطى الإطار الرياضي البحت، بتبقى كأنها اختبار نوايا، اختبار قدرات قبل المعارك الكبيرة اللي جاية. تمام. واللي زود الطين بلة بقى وسخن الأجواء أكتر كانت تصريحات مدرب المنتخب التونسي زياد الجزيري. الجزيري بالذات، نجم تونس السابق وصاحب هدف الفوز في نهائي 2004 نفسه. بالظبط، هو قال كلام واضح وصريح للتلفزيون التونسي بعد فوزهم الودي الأخير على بوركينا فاسو. قال إيه بقى؟ خلينا نشوف. تونس دايما ما تتمتع بأفضلية في مباريات الديربي ضد المغرب. نعلم أنهم يسعون للثأر بعد نهائي كأس الأمم، لكننا لن نمنحهم الفرصة. كلام قوي ومباشر جدا جدا. تصريح زي ده بصراحة ليه أكتر من زاوية. أول حاجة، هو واضح إنه محاولة ضغط نفسي على الفريق المغربي قبل الماتش. إزاي يعني؟ يعني هو بيرمي الكرة في ملعبهم، بيحملهم عبء السيل الثأر ده، كأنه بيقول لهم الضغط عليكم أنتوا. فهمتك. وثانيا، هو بيبني على فكرة تاريخية معينة اللي هي تفوق تونس في المواجهات الحاسمة زي نهائي 2004، وبيحاول يستدعي الروح دي تاني للمنتخب التونسي. بس ده مش ممكن يكون يعني سلاح ذو حدين؟ ممكن التصريح ده يستفز لاعيبة المغرب أصلاً ويديهم دافع زيادة؟ أكيد طبعاً، مفيش شك. الحرب النفسية دي دايماً فيها مخاطرة. زي ما ممكن يأخر على معنويات الخصم بالسلب، ممكن جداً يولع حماسهم ويخليهم عاوزين يثبتوا العكس في الملعب. كلمة ليها وزن زي الأداء بالظبط. وهنا بنشوف إزاي تصريح واحد ممكن يشعل الدنيا ويضيف طبقة نفسية معقدة لماتش المفروض إنه يعني في الأصل ودي. تمام، يبقى احنا كده قدام مشهد مركب. عندنا تاريخ طويل من الندية والمنافسة، ووصل لذروته في نهائيات زي 2004. صحيح. وعندنا ماتش ودي جاي بطعم رسمي تماماً بسبب كل الحساسية دي. والتصريحات النارية دي كمان. أيوة، وتصريحات نارية من شخصية ليها وزنها زي الجزيري بتزود التوتر والحماس أكتر وأكتر. بالظبط، وكل ده بيخلينا نتسائل بقى، وده سؤال ممكن المستمعين يفكروا فيه. يا ترى لحد فين بتلعب التصريحات دي والحرب النفسية دور حقيقي في حسم نتيجة المباريات الكبيرة زي دي؟ سؤال مهم فعلا. وهل ثقل التاريخ وضغط الجمهور والتصريحات اللي قبل الماتش دي، هل ممكن يكون تأثيرها أكبر من مجرد خطط اللعب وأداء اللعيبة نفسهم على أرض الملعب في 90 دقيقة؟ ده سؤال بصراحة ملوش إجابة سهلة في عالم الكورة.